كل اللي انت بتقوليه ده؟ خلونا نسمعها وبعدين. عمليه يوم دربونين، فن استغلال المساحات في البيت بطريقه عمليه. النهارده بنتكلم عن حمام، توزيع حمام بالنسبه اللي بالطول اكتر، اللي هي الحمامات الطويله. نبدا نشوف ايه الافكار المختلفه في التصميم اللي نقدر نستغلها فيه. ماشي، ممكن نشوف الحمام هنا. ده الحمام بتاعنا هو 2.5 في متر 60. النسبه دي تعتبر كويسه، مش صغير مش كبير، نقدر نحط فيه افكار. عاده لما بنيجي نفكر في الحمامات اول حاجه بنفكر فيها ايه؟ الحيطه بتاعت المنور بتاعتها، هي دي اللي بنفكر فيها الاول. لو فرضا ان الحيطه هنا هي دي بتاعت المنور، الحيطه الطويله، ساعتها بنلجا للحل بتاعي اننا بنرص الالمنتس بتاعتنا كلها على الحيطه دي. فاحنا بنعتبر ان هي بنحل على حيطه واحده وبنبدا الحوض عند الباب وبعدين بنرص باقي الحاجه بتاعتنا. طيب الحل عندنا النهارده مختلف. الحل عندنا ان فوق كان هو المنور، فعندنا الحيطه بتاعت المنور هي اللي فوق بالشباك، وساعتها بنسنتر التويلت بتاعنا عند الشباك علشان الصرف والكلام ده كله. ده اول حاجه بنبدا بيه بالظبط. طيب دايما بنراعي ان عند التويلت بنسيب مساحه يمين وشمال 20 سم علشان الاستخدام بتاعه يبقى مناسب ومريح للاستخدام. وبعدين بناخد المساحه اللي موجوده الثانيه للزون بتاع الشاور. اول حاجه الشاور كابينت اللي هي بتضمن لنا اكبر زي مساحه امنه للميه. عندنا نقدر نحط بانيو. عندنا طيب المساحه بتاعتها اهي. خلوني اقول لكم على مجموعه حاجات غلط اتقالت دلوقتي. مفيش حاجه اسمها نرص. نرص دي انت حافظه مش فاهمه. مهم جدا هشرح لكم دلوقتي لو هنوزع الحمام ده تاني الصح بتاعه هيكون ايه، وده اللي بديه في الورك شوب على فكره، وهتشوفوا معايا دلوقتي هنوزع. دي طريقتها في توزيع الحمام، لكن في مجموعه حاجات اتقالت غلط. احنا مصممين مش مقاولين، علشان ودايما بقول انزلوا يا جماعه سايت، انزلوا سايت، ما تقعدوش مكتب فني بس، عشان انتوا تشوفوا في الواقع احنا بنعمل ايه. انت عايز توزعي الفرش او توزعي الحمام ان التواليت يبقى هنا اقل حاجه 80، هيتبقى لك 70 سم وما عملتيش حساب السيراميك. انت كده داخله الحمام ده من غير ما يكون فيه اي محاره ولا سيراميك. ده انت لسه ما حطيتيش الحمام بتاعك او ما حطيتيش التواليت ولا الصرف ولا اي حاجه. ده معناه ان انت محتاجه تسيبي 5 سم من كل اتجاه، علشان من 4 ل 5 سم علشان المحاره والبورسلان والسيراميك والماده بتاعتك. فما ينفعش ان انت ما تعمليش حسابهم. فانت عندك 10 سم ضايعين من كل اتجاه. سوري، من الاتجاهين اليمين والشمال ومن قدام ومن ورا. خلينا نشوف الحمام لو وزعناه بالشكل ده ما فيهوش اي مشكله. احنا كمصممين مش بنعمل زي المقاولين. مقاول عايز يحط التواليت ورا الصرف على طول علشان يوفر مواسير وعشان يوفر، لكن احنا مش بنفكر كده. انت لازم تفكري مصممه مش مقاوله. المصمم بيحط الحاجه، لازم تنزلي السايت وتشوفي لو حطينا الماسوره. انت دلوقتي ناس كتير جدا ممكن تقول اصل هيكون في ممكن يتسد او يحصل فيه سدد. هو لو اتحطت الصرف بتاعه هنا ومشى لغايه بالصرف لغايه الشباك اللي هو الصرف الرئيسي بتاع العماره، مش هيكون او الفيلا مش هيكون فيه اي مشكله، طالما في سقوط وطالما في زاويه ميل. الميه بتاخد كل الصرف وبتمشي بيه. وانا عاملاه في كذا سايت وعاملاه عندي انا شخصيا في البيت بقاله كذا سنين يعني، والحمد لله مفيش اي سدد حصل والدنيا تمام. وكنت عاملاه على الحيطه اللي قصاد الشباك كمان.